السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. ملكات الإحلال، وما أدراك ما ملكات الإحلال. هناك تساؤل لاحظته في المنحل وأحاول أن أرى له إجابة منكم. خلية من دورين وخلية من 18 عطارا، رأيت فيها ملكة إحلال واحدة أو اثنتان، وخلية أخرى ضعيفة جدا ورأيت فيها ملكة أو ملكتان إحلال. يا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى إحلال الملكة السابقة؟ تساؤل أتمنى أن يتم دعمنا بالمعلومات ليستفيد الجميع. التعليق في انتظاركم. تحياتي لكم. طبعا كما تشاهدون الآن في الشاشة، هذا الإطار رفعته من الخلية القوية والتي ملكتها مميزة جدا، حتى تلاحظون الإطار ممتلئ بالحضنة المغلقة من السدابة إلى السدابة. لكن الغريب في الأمر أنه قام بإحلال الملكة. استغربت كثيرا بحيث أن الخلية قوية وذات كثافة نحلية عالية وإنتاجها مميز، فأحببت أن أقوم بالتصوير حتى يتضح الأمر للجميع ونستطيع الحصول على معلومات كافية من خلال معرفة بعض المعلومات عن أسباب الإحلال ومشاركة المعلومات مع جميع الإخوة. طبعا الآن قمت بتصوير الخلية القوية، وبعدها سأتطرق إلى تصوير الخلية الضعيفة. طبعا البيت الملكي خرجت منه الملكة، وهي كما تشاهدون الآن. هذه هي ملكة الإحلال. الخلية ممتازة جدا. فالأسباب إن شاء الله تذكرونها في التعليقات حتى نحصل على كمية من المعلومات الصحيحة العلمية ليستفيد الجميع. الآن انتقلنا إلى الخلية الضعيفة، وهذه بيوت الإحلال كما تشاهدون. أحد البيوت مغلقة والبيت الآخر مفتوح، والخلية ضعيفة. فما هي الأسباب كذلك؟ لماذا قام النحل بإحلال هذه الملكة واستبدالها؟ طبعا هذه هي البيوت الملكية التي قام النحل ببنائها، والملكة ما زالت تضع البيض، وهناك بيض ويرقات. طبعا هذه هي الملكة كما تشاهدونها أمامكم. هذه هي الملكة المميزة التي شاهدتموها بالمقطع السابق. كانت في خلية قوية جدا، فقمت بنقلها إلى خلية ضعيفة، استبدلت ملكتها فقامت بوضع البيض، ومع هذا قام النحل بإحلالها كذلك. فيا ترى ما هو العيب الموجود في هذه الملكة؟ بإذن الله الجميع يتفاعل ويدعمنا بالمعلومات حتى يستفيد جميع الإخوة النحالين في الوطن العربي وفي العالم.
تحياتي لكم ولمشاركاتكم الدائمة، وتقبلوا تحيات أخوكم المهندس عبد الرحيم الجابري، اليمن.